المكنسه مش هتخس يعني، ولا هتقول لك انا استهلكت كتير. ايوه ايوه يا مروه. ايه مساء الخير، ازيك يا تسلمي، هاني؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه يا اخبارك؟ حبيبتي؟ كويسه. اخبارك ايه؟ اتفضلي. بصي انا جايه اشكرك والله على الكبه اللي جبتها لي على ايه يا امبارح. مروه؟ مفيش شكر على واجب والله يا يا انت والله مروه. العظيم انقذتيني امبارح لا اللي انت لما عايزاه. اخدت منك الكبه عشان العزومه بتاعت اهل لا جوزي. تأمري يا مروه، تأمري يا الله حبيبتي. يبارك لك والله، جم امبارح الحمد لله اتسترت والله. الحمد لله. الاكل كان عايز بقك والله. الحمد لله الحمد لله، عبال كل بس مره يا يا اختي رب. بقى جابوا لي بقى عيالهم مع عفنت السنين فيهم. العيال كلها دخلت لي بالجزم، خلوا التراب قد كده والله عندي في السجاد. ربنا يا ما رب. بقتش عارفه انضف امتى ولا اعمل امتى. ربنا يصلح حالهم يا رب، ربنا يصلح حالهم. اللهم امين. مم. انا بس جايه يا هند والله العظيم، بس قصدكي والله خير، انا مش عارفه بنت تأمري. الجاره ونعمه الجيره. بصراحه ما بتستبخليش على حد في حاجه. قولي يا انا مروه. قصدكي بس بالمكنسه الكهربائيه، علشان بقول لك التراب مليلولي قد كده وعايزه اشفطه. بصي يا مروه يا حبيبتي، انت لما جيتي امبارح طلبتيني في الكبه انا ما كنتش اقدر اقول لك لا، لان انا عارفه ان الكبه دي يعني روح وايد ورجل الست في المطبخ. اه وكانت عندك عزومه فما كانش ينفع تستغني عنها. لكن المكنسه دي اجهزه البيت يا مروه، ما ينفعش ان انا اسلفك. عمري ما شفت ان جيران بيسلفوا الجيران اجهزه البيت يا مروه. طب بقول لك دي حته مكنسه كهربائيه هشفط بيها بس التراب بتاع العزومه بتاعت امبارح. هو انا كل يوم بخبط عليكي بقول لك اديني مكنستك؟ ده هي مره بس عشان ثواب لله، عشان انا كان عندي عزومه وبقول لك الناس بهدلوا لي السجاد، وانا اصلا ما عنديش مكنسه ماشي يا كهربائيه مروه، بتاعتي بايظه. انا اعطيتك الكبه عشان ملهاش بديل، لكن المكنسه ده ليها حتى بقول بديل. عليك انت اختي وصاحبتي وجارتي والنبي يا وسع مروه سابع عليه بعض. افضل الصلاه وازكى السلام. لكن انت ممكن تعملي يا مروه بالمكنسه العاديه يا مروه، لكن انا ما ينفعش اشحتك الاجهزه بتاعتي وجوزي لو اتكلم اصل يعني. المكنسه العاديه بتتعب الايد، اما دي كانت شفطه 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 هتخلصني بسرعه. لا يا وكمان مروه. المكنسه الكهربائيه بتشيل ادق التراب، اما اليدويه لا. مروه مش معنى ان انا سلفتك الكبه يبقى انا مطالب مني ان انا اسلفك اجهزه بيتي. لا يا مروه، الكلام ده ما يصحش. ما تزعيش يا مروه اصل بدون يعني زعل. المكنسه مش هتخس يعني، ولا هتقول لك انا استهلكت كتير. مروه انت بتتكلمي ليه كده يا مروه بالطريقه دي؟ انا منعت عنك حاجه يا مروه؟ ما منعت اعرفش. ايوه اهو المكنسه. يعني ايه يا مروه؟ ما ينفعش يا مروه، جوزي لو عرف حاجه زي كده يعني هو جوزك هيتضايق. لو قلت له جارتي كان عندها عزومه والعيال مبهدله لها الدنيا، وانت لو قلت لجوزك معلش جارتي استلفت المكنسه عشان كان عندها عزومه والدنيا متبهدله، اكيد مش هيقول لك لا يعني. اكيد يا مروه ما ينفعش ان حد بيسلف اجهزه بيته ده، واكيد جوزي مش ده النظام بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه. احنا قاعدين فين هنا؟ فمش هتيجي تقولي لي والنبي استلف مرتبه السرير لا في بتاعي. الحاجات دي مراتب لا طبعا مش هستلفها، انا قلت استلف مكنسه عادي يعني. لا معلش يا مروه، طلبك مرفوض. اعوذ بالله، هي دي الجيره؟ ويقول لك النبي وصى على 7 جرام، هي دي الجيره؟ اعوذ بالله بصراحه ربنا، جيره سودة. جيره سودا؟ دي جازتي؟ هي الناس دي اديها صبع عايز تاكل دراعي؟ لا حول ولا قوه الا بالله.